بتبدأ الحكاية بشاب اسمه بيتر وبيحكي انه في يوم من الايام في عنكبوت قرصه ومن ساعتها اتحول لراجل خارق، وكان دايما بيستخدم قوته دي في الخير وانقاذ الناس، والمدينة كلها عرفته وبقوا دايما مطمنين طول ما سبايدر مان معاهم. وعلى الجانب الاخر بنشوف ولد اسمه مايلز وكان بيجهز نفسه علشان يروح المدرسة، وهو في الطريق كان بيعلق منشورات في كل حتة، بس بعد شوية اتزحلق ووقع قدام عربية شرطة، وبيكون الشرطي اللي في العربية ده هو ابو مايلز، وبياخده معاه في العربية عشان يوصله للمدرسة. وبعدها وهما بيتكلموا في اذاعة على التلفزيون وفي الراديو ان حصل زلزال كبير امبارح وسبايدر مان دلوقتي بيحاول يعرف ايه السبب. فبابا مايلز بيقول له انه ما بيحبش سبايدر مان عشان دايما بيخفي شخصيته عن الناس وعن الشرطة، بس مايلز ما كانش فارق معاه ولا مهتم بكلامه. وبعدها بشوية وصلوا لمدرسة المتفوقين اللي مايلز بيكون واحد منهم، لكن بقى ما كانش حابب المدرسة دي وعايز يرجع لمدرسته القديمة، لان قوانين المدرسة دي لازم يقعد فيها 6 ايام وما يرجعش للبيت غير يوم واحد بس طبعا باباه بيرفض انه يرجع المدرسة القديمة. وفعلا بعدها بيبدأ اليوم الدراسي ومايلز كان متضايق جدا، وفي اول اختبار ليه المدرسة بتديله النتيجة وكان جايب فيها 0 من 100، وكمان لان المدرسة ذكية جدا قالت له ان عمر ما حد هيجيب 0 في المية الا لما يكون عارف كل الاجابات وقصد انه يسقط نفسه، وبتعند معاه وبتعدل الدرجة بتاعته وبتخليها 100% لانها عارفة انه بيعمل كده علشان يمشي من المدرسة. وطبعا مايلز كان متضايق لان خطته فشلت. وبالليل مايلز هرب من المدرسة وراح لعمه عشان كان بيحبه جدا، وبعدها مايلز ورى ليه الرسمة اللي رسمها وعجبته الرسمة واقترح عليه مكان ممكن يرسم في الرسمة دي على الحيطة. وفعلا بعدها بياخدوا معاه وبيروحوا للمترو وبيدخلوا مكان سري وبيبدأ هوايته المفضلة انه يرسم الرسومات. بس في الوقت ده نزل عنكبوت على الارض شكله غريب، وبيطلع العنكبوت على جسم مايلز من غير ما يحس، وبعدها وصل لايده وقرصه، لكن مايلز وقتها مش بيهتم وبيخبط العنكبوت وبيرميه. وبعد لما بيخلص بيرجع تاني للمدرسة عشان محدش يكتشف انه خرج منها. وفي اليوم اللي بعده بيبدأ يحس بشعور غريب، ولما بيخبط في واحدة زميلته بالصدفة ايده بتلزق في شعرها، فمايلز والبنت بيحاولوا كتير انه يشيلوا ايده بس للأسف ما بيعرفوش، وبتضطر البنت في الاخر انها تحلق شعرها عشان تبعد ايده عنها. وبعدها بشوية بيجيله حارس المدرسة وبيكون متضايق منه، وده لانه عرف انه خرج امبارح في السر. فمايلز بيطلع يجري وبيحاول يهرب منه وما بيلاقيش قدامه غير مكتب الحارس عشان يستخبى فيه، بس بيكتشف وقتها ان ايده بتلزق في الحيطة وكمان بيقدر يمشي على السقف، فبيحاول يخرج من الأوضة دي بسرعة وبيطلع يمشي على الحيطة بتاعة المدرسة. وزميلته لما بتشوفه بتكون مستغربة جدا من اللي هو بيعمله. وبعدها مايلز وصل لأوضته وبدأ يقرا في مجلات سبايدر مان علشان يفهم ايه اللي بيحصل معاه، فبيخرج بسرعة من المدرسة وبيتصل بعمه علشان يساعده في المشكلة دي، بس عمه وقتها ما بيردش عليه علشان بيكون مسافر. فمايلز بيروح لوحده للمكان اللي اتلسع فيه من العنكبوت عشان يحاول يفهم ايه اللي حصل له. ولما بيشوف عنكبوت هناك بيلمسه وبيحس وقتها بشعور غريب، وبعدها بيسمع صوت غريب وفجأة الحيطة بتتكسر وبيشوف سبايدر مان وهو بيتخانق مع واحد من الوحوش. فمايلز لما بيشوف اللي بيحصل ده بيحاول يهرب عشان ما يحصلوش حاجة، بس الوحش بالغلط خبط فيه ووقع وكان هيتصاب، بس سبايدر مان جه ولحقه على اخر لحظة. واول لما سبايدر مان بيبص لمايلز بيبدأوا هما الاتنين يحسوا بشعور غريب، فسبايدر مان وقتها بيكون فرحان جدا لانه اخيرا لقي حد شبههم، وحاول يطمن مايلز وقال له انه هيعلمه ازاي يستخدم قوته صح في مواجهة الوحوش. بس ساعتها سبايدر مان قال لمايلز انه هيسيبه دلوقتي علشان لازم يروح يدمر البوابة اللي لو ما اتقفلتش هتدمر العالم. وبعدها سبايدر مان راح لمكان البوابة ومسك الفلاشة في ايده وخلاص كان هيحطها ويدمر البوابة، بس فجأة جاله باولر الشرير وبيضرب سبايدر مان وبيحاول يمنعه انه يعمل كده، وللأسف باولر بيكون قوي جدا. ومايلز وقتها كان واقف من بعيد بيتفرج ومش عارف يعمل ايه، وفجأة بيوصل كينج بن وده بيكون هو اللي صنع البوابة، وهو برضه زعيم الأشرار وبيأمر كل رجالته انهم يشغلوا البوابة. وفعلا بعد ما رجالته عملوا كده البوابة اشتغلت وعملت ثقب اسود، وبسبب البوابة دي حصل زلزال كبير جدا في المدينة. وسبايدر مان وقتها كان لسه في المعركة بس عرف يهرب من الوحش، لكن الوحش للأسف بيعرف يمسكه تاني وكمان بيدخله في الثقب الأسود علشان يقتله، بس فجأة الثقب ده بينفجر وبيأثر على المدينة كلها. وبعد ما
الانفجار بيخلص والدنيا بتهدى، مايلز راح لسبايدر مان علشان يطمن عليه، لكن سبايدر مان وقتها بيكون تعبان جدا ومش قادر يتحرك. بس ساعتها سبايدر مان بيدي الفلاشة اللي معاه لمايلز علشان يحطها في الجهاز ويدمره، وكمان عرفه ان الجهاز ده لو اشتغل تاني هيدمر المدينة كلها، وبرضه قال له يهرب بسرعة قبل ما حد من الاشرار يفوق ويشوفه. ففعلا مايلز بيسمع الكلام وبيهرب بسرعة، وبعدها بشوية وصل كينج بن وشال القناع من سبايدر مان. لكن سبايدر مان حذر كينج بن ان الجهاز ده لو اشتغل تاني المدينة كلها هتتدمر وهيتدمر هو كمان معاها. وسبايدر مان بيقول له ان الاشخاص اللي بيدور عليهم خلاص ماتوا ومش هيقدر يرجعهم تاني حتى لو فتح بوابة الزمن. فكينج بن وقتها بيتعصب وبيضرب سبايدر مان ضربة قوية جدا بتهز الارض وبتعمل زلزال، وللاسف الضربة دي كانت سبب ان سبايدر مان بيموت. ومايلز بيكون واقف بعيد وشاف كل اللي حصل، وللأسف وقتها عمل صوت وهو بيتحرك، فبيسمعه كينج بن وبيأمر باولر انه يروح ويقتله فعلا، وبعدها على طول طلع يجري وراه. بس لحسن حظ مايلز عرف يهرب منه المرة دي ويرجع للبيت. وبابا لما شافه كان مستغرب جدا لان مايلز دلوقتي المفروض يكون في المدرسة وما يرجعش للبيت. فمايلز طبعا كان خايف من اللي شافه وجري على بابا وحضنه وطلب منه انه يقعد النهارده بس في البيت ومن بكره هيرجع تاني للمدرسة. فبابا طبعا بيوافق، وبعدها بشوية بينتشر خبر وفاة سبايدر مان في التلفزيون، وكل الناس في المدينة كانوا زعلانين جدا من الخبر ده. واخيرا كل الناس والشرطة عرفوا هوية سبايدر مان، وبعدها مايلز راح يشتري بدلة وراح مع كل الناس في المدينة جنازة بيتر باركر سبايدر مان الحقيقي. وبيسمع ماري مرات سبايدر مان وهي بتتكلم في المؤتمر وبتقول ان سبايدر مان ضحى بنفسه علشان ينقذ المدينة. فمايلز ساعتها بيتأثر جدا بكلامها وبيقرر من وقتها انه يكمل طريق سبايدر مان ويبقى هو سبايدر مان الجديد ويحمي المدينة ويرجع الامن والامان لكل اهلها. ولغاية هنا يا صديقي بنكون خلصنا الجزء الاول من الفيلم، ولو حابب تسمع الجزء التاني ياريت تقول لنا رأيك في كومنت، وما تنساش تخبط اللايك بتاعك الجميل عشان نتقابل تاني في فيديو جديد. سلام.